وبعد ما اتكلمنا على البرانكيال ارش انوميليز هنتكلم على السيستيك هايجروما. السيستيك هايجروما او الهيدروسيل اوف النك. احنا عارفين كلنا الهيدروسيل، ولكن دي سموها السيستيك هايجروما، سموها الهيدروسيل اوف النك، وده اسم اطلق خطأ. طيب ايه بقى السيستيك هايجروما بحقه حقيقي؟ السيستيك هايجروما دي سيستيك سويلنج، بيكون موجود ات بيرث، يبقى هو كونجينيتال. طيب وممكن يعمل اوبستراكتد ليبر كمان، يبقى هو ممكن يعمل لك اوبستراكتد ليبر، يعني ولاده متعسره. قال لك السيكوستريشن، ايه السبب بتاعه؟ السبب بتاعه ان بيحصل عزل للليمف نود او الليمفويد تيشو، ان هو يوصل للليمفاتيك سيستم، وان هو يتصب في الفينس سيستم ويروح للقلب ويلف الدوره ويدور الدوره بتاعته. فبيحصل عزل سيكوستريشن للجاجولار ليمف ساك، تمام، ان هي تروح للليمفاتيك سيستم، وبالتالي الليمف فلويد ده، الليمف فيل ان هو يوصل للفينس سيستم، ودي حاجه اسمها بادنج، ابنورمال بادنج. يبقى ايه اللي بيحصل؟ ان اللي بيحصل سيكوستريشن اوف الجاجولار ليمف ساك، سيكوستريشن اوف الجاجولار ليمف ساك، من ان هي توصل للليمفاتيك سيستم، وبالتالي ما بتوصلش للفينس سيستم، وبالتالي بتتحوش فين بقى؟ في ساك او في سيست، وبتلف حواليها ابيثيليوم وبتكون لنا سيست، فسميناه سيستيك هايجروما. طيب الكونتنت بقى زي ما احنا عارفين ايه؟ كلير فلويد، اللي هو ليمف، يعني كلير ليمف تماما. تمام. طيب الفلويد اللي موجود نوت كاجيليت، لان هو ليمف. بيكون شكل السيست مالتي لوكيولار، عشان كده هو بيبقى صعب شويه، مالتي لوكيولار، واخد السوب بابل ابيرنس. طب بيجي فين؟ الاماكن بتاعته في البوستيريور تريانجل، وده الموست كومن سايت، او ممكن يجي في الاكزيلا، وده 20% من الحالات. طيب ايه هي الفيتشرز بقى؟ قلنا ده سيست، وبالتالي بيكون السويلنج ده موجود في البوستيريور تريانجل، وممكن يكون موجود ات بيرث فيعمل لك اوبستراكتد ليبر. شايفين الطفل في الصوره شكله عامل ازاي؟ حجمه كبير قوي، تمام. وهو سيست، فهيكون سموث وسوفت وفلاكتوانت زي ما احنا عارفين. هيكون بارشالي كومبريسبل. يعني ايه كومبريسبل؟ يعني قابل للانضغاط، لو اتكيت عليه كده هينضغط معاك، ولو شلت ايدك هيبدا يرجع لحجمه الطبيعي تاني. بريليلنت ترانسليوميننت يعني ايه؟ يعني الترانسليوميننس بتاعه لو سلطت عليه ضوء هيديك ضوء ساطع كده، اكن الولد ده منور حرفيا. ولكن مش زي البرانكيال سيست كانت اوفن ايه؟ ترانسليوميننت احيانا. تمام. بيعمل لك ديسفيجرمنت للفيس، هيشوه طفل الولد، ولو كبر قوي هيعمل لك ريسبيراتوري اوبستراكشن، وممكن تحصل له انفكشن فيكون ابسس. طب هنعالج الحاله دي ازاي؟ الحاله ديت صعب ان انت تعمل اكسجن كده بشكل مباشر، لان حجم السيست كبير قوي بالنسبه للطفل، واكيد هتعور الطفل ده، فهتحتاج تعمل اسبيريشن الاول، تسحب الفلويد او الليمف اللي موجود جوه ده علشان تصغر الحجم شويه، وتبدا تعمل انجكشن لسكيلوريزنت ايجنت علشان تنشف السيست، بدل ما هو فلاكتوانت وبيروح ويجي منك وحجمه كبير فانت مش عارف تتحكم فيه. وبعد كده تبدا تشيله بالاكسجن، تشيله معاك. ممكن يبقى كبير قوي، وبالتالي يعمل لنا زي ما قلنا ريسبيراتوري اوبستراكشن، ولو عمل كده هتحتاج تعمل اسبيريشن كتير علشان تقلل حجمه، وممكن كمان تعمل تراكيوستومي. تمام. طب ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل؟ ممكن زي ما احنا عمالين نعيد ونزيد، يحصل ديسبيراتوري ديستربنس او ديستريس، ينضغط ما يعرفش يتنفس. ممكن يحصل له انفكشن فهيكون ابسس. ممكن وانت بتشيله جراحه تخليه ينزف جامد، فسميناه تورنشيال هيموريج. ممكن يكون فيستولا، الفيستولا دي هنسميها كيلياس فيستولا، او ممكن يحصل ريكارنس لانه هو مالتي لوكولار. تمام. طيب بعد كده هنتكلم على الديرمويد سيست. ديرمويد يعني ابيثيليال وكونكتيف تيشو. الديرمويد سيست كام نوع؟ 4 انواع، اتكلمنا على نوع منهم: سيكوستريشن ديرمويد، تيوبولو ديرمويد، امبلانتيشن ديرمويد، تيراتوميتاس ديرمويد. تمام. التيوبولو ديرمويد ده السيروجلوسال سيست، وده احنا اتكلمنا عليه. يبقى احنا عندنا كام نوع من الديرمويد سيست؟ سيكوستريشن، تيوبولو ديرمويد، امبلانتيشن، تيراتوميتاس. تمام. هنتكلم على نوع. اول واحد السيكوستريشن ديرمويد. قال لك بيكون موجود فين؟ ايه الاماكن اللي بيكون موجود فيها؟ اولا كده علشان نحاول نحصر الاماكن، بيكون في الاماكن اللي بيحصل فيها فيوجن، امبريونيك فيوجن، اللاينز اللي بيحصل عندها فيوجن والطفل لسه بيكبر. تمام. زي مثلا ممكن يجي في الفورهيد، في نص الجبهه كده، في الفورهيد الاكسترنال انجولار ديرمويد او الانترنال انجولار ديرمويد اللي عند الاي. تمام. الروت وفي النوز سبلينجوال ديرمويد، بوست اوريكولار ديرمويد عند الاير، او في اي ميد لاين موجود عند الجسم، عند الميد لاين لما يبدا يحصل فيوجن عند الميد لاين. تمام. قال لك
ممكن يدخل الكرينيال كافيتي لو هو موجود على السكال، وممكن يدخل الاوربيتال كافيتي لو هو موجود عند الاكسترنال انجولار ديرمويد. تمام. في بقى السيست ده او الديرمويد سيست ده بيكون فيه باتي لايك ديسكواميتد ماتيريال، بيكون فيه باتي لايك ديسكواميتد ماتيريال. تاني يبقى السيكوستريشن ديرمويد سيست ده بيكون فيه، او الديرمويد سيست ده كونتين باتي لايك ديسكواميتد ماتيريال. تمام زي الفل. دي امثله عليه او الامثله اشكالها. عندنا الاكسترنال انجلر ديرمويد ده شكله ممكن يدخل ممكن يدخل الاوربيتال كافيتي. عندنا الاكسترنال انجلر ديرمويد برضو ممكن يدخل الكرينيال الاوربيتال كافيتي، او ممكن يدخل الكرينيال كافيتي. عندنا البيزو في النوز ده اللي موجود في البيزو في النوز، وده اللي بيكون موجود اراوند الاير او البوستيريور اوليكولر. تمام. وده السب لينجوال ديرمويد، تمام. ثاني نوع هو التيوبولو ديرمويد. التيوبولو ديرمويد قلنا بيكون موجود في اي امبريونيك تيوب ستراكشر، والطفل لسه موجود اي تيوب ستراكشر، امبريونيك تيوب ستراكشر هيكون ممكن تعمل لنا التيوبولوديرمويد زي السايروجلوسال سيست. اذا السايروجلوسال سيست ده تيوبولوديرمويد واتكلمنا عليه. امبلانتيشن ديرمويد ده بقى بيكون بسبب ماينور بيكس، يعني مثلا ايه، حاجات كده شوكه مثلا تعمل لك تروما. تمام. تدخل في الديب ستراكشر، الابيدرمويد تدخل في الديب ستراكشر تعمل لك ايه، اكوايرد سيست فورميشن، تعمل لك سيست. ده بيكون موجود في الفينجر وفي التويز وفي الفيتس، الفينجر صوابع اليد والتويز صوابع القدم. تمام. يبقى دي الامبلانتيشن ديرمويد. واخر واحد معانا اللي هو التراتوميتياس ديرمويد. التراتوميتياس ديرمويد ده موجود يعني هو فورم بيتكون من كل الجيرم لير اللي كونت الجنين، اكتوديرم، ميزوديرم، اندوديرم. علشان كده هتلاقي الكونتنت بتاعت الديرمويد ده ايه، هتلاقي هير، هتلاقي تيس، هتلاقي كارتلج، هتلاقي ماسلز، لان هو جاي من كل اللير اللي بتكون جسم الانسان، وبالتالي هتلاقي فيه كل الايه التيشوز اللي بتكون جسم الانسان اصلا. السايتس ممكن تلاقيه في الاوفري، في التستس، في ريتروبريدينيوم او ميديا ستاين بيكون بناين او مالجنانت، مش هتفرق. تمام. وبكده خلصنا واخر حاجه هنتكلم عليها الا وهي الكاروتيد بادي تيومر. الكاروتيد بادي تيومر او البوتيتو تيومر ده جاي منين؟ جاي من الكاروتيد بادي. طب ايه هو الكاروتيد بادي ده؟ شويه ميكانو ريسبتور موجوده على البايفوركيشن عند الكومن كاروتيد، وهو بينقسم لانترنال واكسترنال كاروتيد ارتري. عند البايفوركيشن ديت بيكون في موجود شويه ايه، ميكانو ريسبتورز كده بتنظم ضغط الدم. بيطلع من السيلز ديت ايه، التيومر ده، فسميناه الكاروتيد بادي تيومر او البوتيتو تيومر. الانواع بتاعته سبوراديك 75%، فاميليال او هايبر بلاستيك. الهايبر بلاستيك بيكون ريليتد للحالات اللي عندها نقص الاكسجين، سواء بقى عنده كرونيك هايبوكسيا او مثلا ساكن في اماكن مرتفعه او اي حاله من الحالات دي. او فاميليال ده بيكون حد من العيله مديهولك، وده 20% من الحالات هيكون يونج، وممكن يكون مالتيبل. او انه يكون سبوراديك يعني ملوش علاقه لا بحد، يعني لا انت واخده حد من العيله، ولا ليه علاقه بمكان، ولا ليه علاقه بمرض، هو لوحده كده سبوراديك، وده الشائع في الكاروتيد بادي تيومر. طيب قال لك هو بناين او لوكالي مالجنانت، يعني هو حاجه خفيفه كده، بناين او لوكالي مالجنانت تيومر. ممكن يعمل سبريد للليمف نود او في اللنج، وده بيكون في 20% من الحالات. قال لك الكاروتيد ده درايفد فروم نيورال كريست، يعني الكاروتيد بادي تيومر جاي من ايه، من النيورال كريست، اللي هم شويه الميكانو ريسبتورز اللي موجوده اللي بتنظم لنا الاكسجين وضغط الدم وثاني اكسيد الكربون. تمام. وده زي ما احنا شايفين مكان الكاروتيد بادي تيومر، في عامل نظام الدلتا كده، قاسم الانترنال كاروتيد الكومن كاروتيد لانترنال واكسترنال كاروتيد، وهو ما بين الاثنين، وده مكان. طيب بيجي له بلاد سبلاي التيومر ده منين؟ بيجي له من الاسندنج فارنجيال ارتري ومن الاكسترنال كاروتيد ارتري. تمام. قال لك البلاد سبلاي اللي بيبقى جاي من المايرز ليجامنت، وبلاد سبلاي بيكون جاي من المايرز ليجامنت، بيدخل من البوستيريور ميديال وول بتاع الكاروتيد عند البايفوركيشن. يعني هذا الكاروتيد، عارف الحته اللي هي البايفوركيشن بتاعه الكاروتيد؟ عارفينها، هو عندها صح؟ ايوه. في عندها بقى المايرز ليجامنت دي بتكون موجوده فين؟ في البوستيريور ميديال وول بتاعه البايفوركيشن. تمام. بيطلع من عندها البلاد سبلاي اللي هي المايرز ليجامنت. تمام. طيب التيومر ده هو دونت كرييت، مش سكريت، دونت سكريت او ابنفرين او اي اندوكراين سبستانس، يعني هو نوت هرمونالي اكتيف. طيب باثولوجيكالي بقى بيكون ويل كابسيوليتد هارد كريمي يلوش تيومر. تمام. وعنده دنس فايبرس تيشو، فهو ويل كابسيوليتد يعني هو بناين او يعني مش مالجنانت قوي يعني، وبيكون شكله يلو وحوالينه دنس فايبرس تيشو، وزي ما قلنا نوت هرمونالي اكتيف، مش بيسكريت اي هرمونز. طيب كلينيكال فيتشر طبعا ده هيجي سويلنج، هيكون يونيلاترال ده غالبا، وممكن يكون بايلاترال في بعض الحالات. مور كومن في الميدل ايج وفي الفيميل، لان هو حاجه بناين كده جميله. السويلنج 75% كاروتيد ريجن اوف النك، عند الكاروتيد ريجن اوف النك 75% من السويلنج بيكون موجود هناك. طيب سموث وفيرم وبالس تايل. يعني ايه بالس تايل ده؟ بالس تايل يعني بينبض. هل هو نفسه اللي بينبض؟ لا، هو بينقل النبض اللي جاي له من الكاروتيد ارتري انترنال واكسترنال والكومن كاروتيد ارتري، لان هو موجود بينهم وكلهم بينبضوا،
وبالتالي هو هينقل النبض بتاعهم، فهتحسوا ان هو بالسطايل او بينبض. مهم الحته اللي جايه دي ان هو موف انسايد واوت سايد، يعني موف، انا اسف، موف اونلي سايد تو سايد، يعني نوت موف فيرتيكال ايه دايركشن، لان هو عامل زي البالونه اللي شدتها من الجنبين. لو مسكت بالونه كده وشدتها لفوق وتحت، فالبالونه ديت مش هتقدر تطلع وتنزل لان انت شدتها من الطرفين دول، لكن هي هتتحرك سايد تو سايد، وبالتالي دي اسمها ايه؟ فونتين ساين، اسمها فونتين ساين. يبقى هي دي الفونتين ساين اللي خاصه بمين؟ بالكاروتيد بادي تيومر. طيب كومبريس تقدر يعني تضغطه على الاسوفيجاس او اللارynx، ممكن يجي معاه هيدتش او نيك بين، يجي معاه ديسفاجيا. طيب ترانزيت اسكيميك اتاك، ممكن يحصل معاه ترانزيت اسكيميك اتاك لان هو هيضغط على الكاروتيد ارتري وشيس، وبالتالي ممكن نعمل له كاروتيد بادي ساينوكوب، وبالتالي نعمل له كاروتيد بادي سينكوب. تمام. طيب كرينيال نيرف بالسي، كرينيال نيرف بالسي 10% ممكن يكون معاها كرينيال نيرف بالسي. ايه هي النيرفات اللي بتكون موجوده في المنطقه دي اللي اتكلمنا عليها كتير؟ عندنا الهايبوجلوسال والجلوسوفارنجيال والسباينال اكسسوري نيرف، هتزود عليهم الريكرنت لارنجيال نيرف والسمباثيك تشين. طبعا هيعمل لك بين تانج ديفيشن، ديسفاجيا، يوني لاترال فوكال كورد بالسي، تمام، هوارسنس في الفايس، دروبنج في الشولدر، الشولدر نازل، او هورنر سيندروم، هورنر سيندروم. شكل هذا التيومر ممكن يعمل لك دمبل تيومر، ممكن يعمل لك يبقى شكله عامل زي الدمبل فسموه دمبل تيومر. اللوكيشن بتاعه قلنا الليفل بتاع الهايويد بون ديب للانتيريور ايدج اوف الاسترنوماستويد ماسل عند الانتيريور تراينجل. يبقى هو موجود فين؟ تاني اللوكيشن بتاعه هيكون موجود في الانتيريور تراينجل، عدي دي الانتيريور ايدج بتاع الاسترنوماستويد ماسل، عدي دي عند الليفل بتاع الهايويد بون. تمام زي الفل. قلنا ان هو شكله كده في المشدود من الجنبين فعامل زي البطاطس، بوتيتو لايك سوينج. قلنا ان هو اسمه دمبل تيومر لانه بيبقى شبه الدمبل احيانا، وده في انواع تانية من التيومر زي الباروت تيومر برضه دمبل تيومر، السباينال كورد تيومر برضه دمبل تيومر، والكاروتيد بادي تيومر ده برضه دمبل تيومر. طيب ليه كلاسيفيكيشن تانية؟ ليه كلاسيفيكيشن تانية على حسب على حسب القوه بتاعته، يا اما تايب 1 او 2 او 3. تايب 1 بيكون لوكالايزد وايزلي ريسكتابل، سهل تشيله، فهو بيكون لوكالايزد في مكانه وريسكتابل، ايزلي ريسكتابل. طيب تايب 2 ده ادهيرنت، لزق، وبارشالي سراوند الكاروتيد ايه؟ ارتريز، بارشال سراوند، خد بالك، علشان طيب 3 هيكون ادهيرنت برضه وانكلوزد مع الكاروتيد كومبليتلي، يعني ماسك في الكاروتيد ماسكه معشق فيه حرفيا، وده النوع الاكثر شيوعا الثاني. تمام، يبقى تايب 2 هو الاكثر شيوعا. طيب هنعمل لها انفستيجيشن ازاي بقى؟ اول حاجه هنعمل الترا ساوند علشان يكشف لنا التيومر مع دوبلر، ايه مع الدوبلر ده علشان خاطر نشوف الارتري شكلها عامل ازاي، او نعمل انجيوجرام. الانجيوجرام ادانا الشكل ده ام هو شبهه لك بمين؟ بلاير ساين، لاير ساين اللي هو التمثال ده، الشوكه بتاعه التمثال ده. تمام، ممكن تعمل سي تي، تعمل ام ار اي. تمام، بس المهم ان انت ما ينفعش تاخد اي بايوبسي، لا فناك ولا ترو كات ولا بارشيال كات، ما تعرفش تاخد منها بايوبسي، لان زي ما انت شايف كده هتجرح الارتري وتخليه ينزف بشكل كبير. طب هنعالج الحاله دي ازاي؟ على حسب هو سمول ولا لارج. لو سمول ممكن تعمل اكسجن ايزي اللي هو تايب 1 ده، ما هو تايب 1 اصلا كان ايه؟ كان لوكالايزد وايزلي ريسكتابل، صح. فلو هو سمول هتعمل له ايه؟ اكسجن وخلاص. طيب لو لارج هتعمل ايه بقى؟ لو لارج هتجهز شويه حاجات كده الاول. اول حاجه قال لك ان انت ممكن هتعمل له اكسجن، وبعد الاكسجن تعمل لها فاسكولار جرافت، تعوض ان انت اكيد هتجرحه، اكيد هتعور الارتري، فلازم تعمل ايه؟ جرافت، فاسكولار جرافت، عشان تعوض اللي انت قطعته من الارتري. طيب ديورنج الريسكشن هنا بيقول لك ايه بقى؟ ديورنج الريسكشن وانت بتقطع قال لك تمبراري شنت، لازم تعمل حاجه اسمها تمبراري شنت، بتحطها ما بين الكومن كاروتيد ارتري والانترنال كاروتيد ارتري، علشان ايه بقى؟ علشان خاطر تعوض ما يحصلش نزيف، تعوض الدم، عشان الارتري ده بيوصل الكومن كاروتيد، هو المصدر الوحيد للبلد سبلاي للكرينيال، لكل الفيس والبرين والكرينيال، المكان اللي موجود فوق ده كله. تمام، علشان كده ما ينفعش يتقطع. تمام، علشان كده لازم تعوض لنا بحاجه اسمها تمبراري شنت، تحط تمبراري شنت او وصله كده ما بين الكومن كاروتيد والانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد كمان. تمام، او تاخد فينوس جرافت او بروستاتيك جرافت. المهم تحط لنا حاجه وانت شغال بتعمل العمليه، علشان وانت لما تقطع الارتري، علشان انت هتربط الكومن كاروتيد علشان خاطر ما ينزفش، فعشان خاطر تعوض بقى البلاد سبلاي لازم تعمل لنا انت ايه بقى؟ التمبراري شنت ده، سواء كانت من فينوس جرافت او بروستاتيك جرافت. تمام. الكومبليكيشن بقى انه يحصل بليدنج، او انه يحصل بلوكيدج للكومن كاروتيد ارتري،
او ان يحصل كرينيال نيرف انجري، سواء كان الفيجاس هيعمل لك هورنس في الفويس او السوبيريور لارنجيال نيرف هيعمل لك بيتش في الفويس. وبكده هنكونوا خلصنا النيك سويلنج اللي احنا هنتكلم عليها. نشوفكم في سلسله فيديوهات جديده ان شاء الله علشان نخلص منهجنا. ولو حد عنده اي سؤال يسالنا في الكومنتات، متنساش تشير ولايك للفيديو، والسلام عليكم.